السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله كامل راكم بخير. نرحب كامل البنات اللي انضموا ليا للقناه، نقول لكم اهلا وسهلا بكم. الوصفه هذه البنات كان عندي شحال وانا صورتها، يعني في رمضان، ماشي دروك صورتها في رمضان. وكي دخلت الجاليري يعني لقيت هذا الفيديو اللي اني مازال ما حطيتها لكمش، جيت باش نحطها لكم اليوم. الوصفه تاعي نحتاج هذه لاباط صابلي، راح نحتاج 500 غرام زبدة، ندير عليها 250 غرام سكر ناعم ما يعادل زوج كيسان من الكاس هذاك اللي نعبروا به تاع ام وليد. نديرهم في البيتران. انا في رمضان يعني كنت نغتنم الفرصه ندير في البيتران هكا ونخدم حاجه واحده اخرى. ندير درتهم في البيترا، درت الدهن والسكر بعد ما اللي تخلطوا لي. زدت عليهم 5 حبات تاع البيض، عفوا 3 حبات تاع بيض كاملين وزوج تاع الصفار، ضفتهم عليهم وهما يتخلطوا بعد ما تولي لي على شكل كريمه. راح درت هنايا زوج كيسان تاع السكر ناعم، قلت لكم تاع مايزينا، بهذوك كيسان تاع ام وليد، ونزيد عليهم الفارينه ونبدا نجمع في الخليط تاعي بهذه الطريقه. يعني حاجه بزاف سهله، وصابلي هذا يجي هشيش ويذوب في الفم ويجيكم زاكي البنات، يقطع لكم كميه ما شاء الله. بعد ما كملت لميت العجينه تاعي، شوفوا لي القوام تاع العجينه كيفاش يجي بزاف هايل. نجي نحل العجينه تاعي ونطبعها البنات اي طابع نتوما تبغوه، يعني اختياري باي طابع تطبعوا به. هنا نشعل الفرن تاعي على 180 درجه، نطبع الصابلي تاعي كامل، نديره في البلاطو وندخله يطيب على مده يعني واحد ربع ساعه. بعد ما يتحمر لي الصابلي نجبده ونخليه يرتاح ونروح نحضروا الحشو تاعنا. شوفوني هذه هي الطريقه اللي نرفد بها الصابلي انا باش ما يجيكمش يعني ما يتقلص لكمش الحجم تاعه. الحشو واش نحتاج فيه؟ كيله تاع البسكوي، كيله درت انا بسكوي بذوق الشوكولا، كيله تاع الكاوكاو، وكيله تاع الكوفريت، نخلطهم كامل مع بعض ونزيد لهم كميه تاع حلوى الترك اختياريه، وقد ما درتي قد ما تجيك بنينه. نزيد عليهم كميه تاع كراميل ثاني اختياريه، ما راحش نعطيك الميز العبر، يعني هذا يعتبر كانك كديري في بنيون، يعني قد ما ديري قد ما يجي بنين، وقد ما ديري قد ما يعني. شوفوا انا كانت عندي كميه تاع كراميل ضفتها، وراح نكمل نجمع نزيد عليها كميه تاع الكونفيتور بذوق المشمش، واللي كي ولا ما قدكش كامل هذا زيدي العسل ولمي عادي. هنا راح نبدا نجمع فيهم حتى نتحصل على شكل عجينه تولي تكون لازم تكون طريه، خاطش هذه العجينه غادي كي هذا الحشو غادي كي نحشو به الصابلي ويقعد لنا يعني مده في الصابلي تاعنا، غادي تحسوه باللي ينشف كي يكون، يعني انتي ديريه ناشف وتزيدي تخليه في الصابلي راح يزيد ينشف معك. ديريه طري به كي يقعد في الصابلي، يعني كي ينشف هذاك هو يولي القوام تاعه سوا سوا. بعد انا ما كان طاب الصابلي تاعي وخليته يعني يبرد على راحته، نجي هنا نحل الحشو. لميت الحشو ونحله بهذه الطريقه، ونجيب الطابع اللي طبعت به الصابلي هو اللي راح نطبع به هذا الحشو. ودوك تشوفوا بلي الحشو تاعي يعني راه طري فوق حقه، بصح معليش ماشي مشكل، راح نديره في الصابلي. وراح قلت لكم قد ما يقعد قد ما راح يعني تشربه هذيك لاباط صابلي تاعنا ويقعد. شوفوا لي هذا هو، ونبدا نسوي فيه انا بهذه الطريقه يعني بيدي، وانتم تسووا فيه عادي، يعني حاجه بزاف سهله. نكمل انا الصابلي تاعي كامل بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها، ونديره ونخليه بجيه ونروح نذوبوا الشوكولا. انا هنايا شوفوا يعني راه طري بزاف، صدقوني بنته بزاف بنينه صابلي، يعني محشي بهذه الحشوه تجي بزاف بنينه. هنايا كنت ذوبت كميه تاع شوكولا بالحليب، وجبت كميه تاع القطايف اللي راح نزينها بها، يعني يبقى تزيين بسيط وخفيف وبزاف شباب. انا كنت خدمت هاد الورده بلا باتا سكر. راح نكلاسي الصابلي تاعي، دوك تشوفوا الطريقه كيفاش. بعد ما ندخله في الشوكولا نغطسه في الشوكولا كامل، راح نقطره حتى لي تنزل لي من هذيك الكميه تاع الشوكولا الزايده، يعني هذيك كميه كبيره كامل تنزل. نجيب القطايف ونمشيها للحواف بالطريقه هذه. كما تقدروا تقلاسوا كامل الصابلي وتخلوه ينشف، ومن بعد تعاودوا تجيبوا الصابلي تاعكم وتمسحوا بالبانسو على الاطراف وترمدوه في القطايف. لكن هذيك الطريقه تجي شويه متعبه، هذه يعني تشد لكم الوقت، بصح تجيكم خدمه نظيفه يعني وتكملوا ليه
هذه هي الوصفه تاعي البنات، ان شاء الله تكون عجبتكم، تكون نالت الرضا تاعكم. ما تنساوش تبارطاجوا الوصفه وتخلونا لي جام والتعليقات تاعكم. انا غادي نقسم لكم تشوفوا كيفاش جاتني من الداخل. وما تنساوش البنات لي لايك والتعليقات. نقول لكم انا ان شاء الله دمتم في رعايه الله وحفظه. نلتقي في وصفه اخرى وفيديو اخر. سلام.